افضل الباكات الايفنتات غدا الاثنين يا صديقي نزول باكج اسطوري جدا، وهو باكج كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونة يا صديقي. هنشوف كل حاجة، بس في البداية يا صاحبي صلى على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اذكر الله يا جماعة الخير، لا اله الا الله. ويلا بينا يا صديقي نبدأ الجمدان. صديقي نعرف ان هو النادي بالظبط اللي هينحذف وينزل مكانه باكج كلاسيكو الارض، وده صاحب النادي اللي لسه كونامي متعاقده معاه من الفتره اللي عدت. ولا حاجه يا صديقي، نزل مكانه باكج اسطوري جدا، وهو باكج كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونه يا صديقي. اول حاجه يا صاحبي تعال نبدا بلاعبين الريال مدريد. اول حاجه يا صديقي معانا الاسطوره كريم بنزيما، نزل ببطاقه يا صاحبي سي اف 87. غير كده يا صاحبي معانا تاني لاعب، وهو اللاعب رودريجو يا صاحبي نازل بطاقة ار دبليو اف 83. ومعانا يا صاحبي تالت لاعب وهو روديجر، نازل يا صاحبي بالسي بي بتاعه 84. واخر لاعب يا صاحبي معانا في لاعبين ريال مدريد وهو اللاعب فالفيدري، نازل بطاقة السي ام اف 85 يا صديقي. نسخة جبارة جدا من اللاعب ده، هنشوفها كل باذن الله بكره. واذن الله يا صديقي اول نزول بكره في الباك اختار واحد اجيب له اللاعب اللي هو عايزه. بس في الاول عايزين نوصل المقطع ده ل 1000 لايك. وتاني لاعبين يا صاحبي معانا لاعبين نادي برشلونة. اول لاعب يا صاحبي معانا الاسطورة، طبعا الاسطورة العظيم للنادي ده هو ليوفاندوسكي، نازل بطاقة 86. تاني حاجة يا صاحبي معانا اللاعب تير ستيجن، اللاعب يا صاحبي الأسطورة الحارس المرمى لنادي برشلونة، نازل بطاقة 84. تاني حاجة يا صديقي معانا اللاعب أنسو فاتي، اللاعب يا صاحبي أسطورة جدا ال دبليو اف، يعني بيلعب باك جميل جدا، نزل بطاقة يا صاحبي طاقتها 83. وآخر لاعب يا صاحبي معانا في لاعبين البرشلونة وهو أوراخو يا صديقي، لاعب يعني أسطورة جدا سي بي برضو 83. وانت يا صديقي لو وصلت لنهايه الفيديو مش تعمل اشتراك للقناه ولايك عشان نوصل لك ممكن، ومش تنسى صاحب المسابقه انزل علق دلوقتي في التعليقات. والسلام عليكم.